السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني والحواديت بتاعتنا حواديت نور. قبل ما نبتدي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبتدي الحدوتة. يلا بينا. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم عن أهم مكان في مصر او من اهم الاماكن في مصر. عايزين نعرف حكايته ايه وازاي اتبنى. هنتكلم عن المتحف المصري. ادينا بندردش ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف. يلا بينا يلا بينا. سنة 1858 كان في واحد اسمه ماريت تم تعيينه في منصب قريب قوي من منصب رئيس مصلحة الآثار. وكان الراجل ده لقى آثار كتير جدا. اي نعم هو كان بيخلي اللي في مصر الحاجات يعني ويبعت الباقي بره، ولكن الراجل ده من كتر الآثار اللي هو لقاها كان لازم يتحط او يتعمل متحف عشان تتحط فيها الآثار دي. وتم اختيار منطقة بولاق عشان يتحط فيها او يكون فيها المتحف ده، واتنقلت فيها الآثار. وسنة 1863 تم افتتاحها بحضور الخديوي إسماعيل. لكن سنة 1878 حصل ارتفاع في منسوب النيل، يعني حاجة كده شبه الفيضان، أدى إلى غرق بعض المقتنيات اللي موجودة في المتحف. فطبعا تم إعادة ترميمها وتم افتتاح المتحف تاني سنة 1881. ولكن في السنة دي كانت أو توفى ماريت، وجي بداله ماسترو هو اللي تولى المنصب بتاع رئيس مصلحة الآثار. وفي سنة 1891 تم نقل المجموعات اللي موجودة في بولاق لسراي الجيزة، لأن المتحف أصبح إن الحاجات اللي فيه أكتر من الساعة بتاعته. ماسبرو ذات نفسه جه بعده واحد اسمه دي مورجان، وبعده جه واحد اسمه لوريه، وبعد كده رجع تاني ماسبرو سنة 1899 في نفس المنصب. طبعا في الفترة دي بدأ لا احنا عايزين يبقى فيه متحف تاني غير المتحف ده يتم انشاؤه ويكون اكبر والساعة بتاعته اكبر. طبعا فضلت الآثار اللي كانت موجودة في سراي الجيزة فضلت موجودة هناك لغاية لما هيتم افتتاح المتحف المصري أو متحف التحرير أو متحف القاهرة. سنة 1895 اتعملت مسابقة عشان يتم اختيار المهندس اللي هينفذ أو الديكور بتاع المتحف أو المهندس المعماري اللي هيقوم بتصميم المتحف. ووقع الاختيار على واحد اسمه مارسيل دورنان، وصمم المتحف على النمط الكلاسيكي. وتم تم افتتاح المتحف سنة 1902، لكن تم وضع حجر أساسه سنة 1897 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. ماريت باعتباره هو أول واحد أنشأ مصلحة الآثار طبعا تم عمل تابوت حجري أو دفنه في تابوت حجري موجود في المتحف المصري، وبرضه في نفس المنطقة دي معمول تمثال تكريما ليه. يعني المتحف المصري أو المتحف اللي موجود في ميدان التحرير متأسس من سنة 1902، تم افتتاحه ولكن حجر أساسه سنة 1897. طبعا المتحف المصري بيضم آثار كتير جدا في كل مراحل التاريخ. دي الحدوتة بتاعتنا أو القصة بتاعتنا النهاردة. استنونا في حواديت تانية. سلام عليكم. بس ما تنسوش اللايك والشير بتاع الفيديو والسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم فيديوهاتنا أول بأول. سلام عليكم.